الحركة. هي مستر مش الحركة دي يعني جسم بيتحرك وجسم بيروح؟ طيب الحركة ديت تعريفها ايه؟ عشان تعرف تعريف الحركة يا صديقي لازم نستنتج تعريف الحركة، وعشان نستنتج تعريف الحركة تعال نفتكر كده احنا خدنا ايه في الصفوف الأولى. يلا استعد معايا يا صديقي، صلى على الرسول. الجسم حاجة من الاتنين يا صديقي، يا إما جسم ساكن يا إما جسم متحرك. الفرق بينهم حرف واحد. ايه هو الحرف الواحد ده يا مستري؟ الجسم الساكن هو الجسم الذي لا يتغير موضعه مهما عدى عليه الوقت. يبقى الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن. ده مين ده يا مستر؟ ده الجسم الساكن. طب الجسم الساكن بيعمل ايه؟ هيعمل ايه يا حبيبي؟ هيعمل سكون، وانا عنوان وحدتي حركة، يبقى مش هدرس السكون. تمام؟ امال هدرس ايه يا مستري؟ هدرس الجسم المتحرك عشان بيعمل حاجه حركه. خلاص يا مستر، ما هو بالطبيعه كده او بالفهم كده ان الجسم الساكن لا يتغير موضعه، يبقى اذا الجسم المتحرك فعلا، الله ينور عليك، هو الجسم الذي يتغير موضعه بمرور الزمن. طيب يبقى اول حاجه افتكرتها معايا ان الجسم الساكن هو الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن، اما الجسم المتحرك هو الجسم الذي يتغير موضعه بمرور الزمن. طيب الجسم المتحرك هيعمل حاجه يا صديقي اسمها الحركه. طب ايه الحركه؟ بص كده المسترك واقف في مكانه اهو، صح؟ وانت حضرتك قدامي هاي. طيب دلوقتي حضرتك انت شايفني صح؟ تمام. طب كده غيرت مكاني. طب كده غيرت مكاني، والزمن ايه؟ بيتحرك، صح؟ بيتغير. يبقى اذا الجسم المتحرك، باي باي، الجسم المتحرك هو الجسم الذي يتغير موضعه بمرور الزمن، صح؟ طب بيعمل حاجه اسمها ايه؟ حركه. ايه بقى الحركه؟ الحركه انت الثابت اهو هو تغير موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر اللي هو حضرتك بمرور الزمن. يبقى أنا بعمل لحضرتك إيه دلوقتي؟ بعمل حركة. ما أنا متحرك، يبقى أنا جسم متحرك بعمل حاجة اسمها حركة. يبقى الجسم المتحرك بيعمل إيه؟ حركة. طب إيه الحركة يا مستري؟ هو تغير إيه؟ موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لجسم آخر. طب افرض حضرتك واقف في مكانك وأنا واقف في مكاني وعملت كده. طيب انا عملت كده يبقى انا اتحركت، بس غيرت اتجاهي فقط. يبقى اذا لو انا اتحركت غيرت موضعي، لو انا اتحركت يبقى غيرت اتجاهي. يبقى من هنا ناخذ مفهوم الحركه هو تغير. مين اللي هيتغير؟ اللي هيتغير يا اما موضع او اتجاه. مين؟ خلاص، هو تغير موضع الجسم. موضع الجسم بس؟ لا، او اتجاهه. من مين؟ بالنسبه لجسم مين اخر، بس الكلام ده بمرور الايه؟ الزمن.